أنهى مواطن من مدينة سيهات بمحافظة القطيف معاناة طفل مع مرض الفشل الكلوي، إذ تبرع له بإحدى كليتيه لوجه الله، وقد تمت العملية بمستشفى الملك فهد التخصصي في الدمام. وبدأ الأمر عندما شاهد المتبرع ويدعى جابر العلي على حساب أحد المضافين عنده بتطبيق إنستغرام صورة طفل وهو على سرير المستشفى، وعندما سأل عن حالته أخبره صاحب الحساب بأنه ابنه ومصاب بالفشل الكلوي، وأن إحدى كليتيه لا تعمل والأخرى تعمل بنسبة 30% فقط. وأبان العلي أنه على الفور أبدى رغبته في التبرع بكليته للطفل، مضيفا أن أسرته وأسرة الطفل لم يتقبلوا الأمر في البداية، غير أنهم رضخوا أمام إصراره، وتمت العملية بنجاح. ولفت أنه قبل إجراء العملية بأيام اتصل به شخص والدته مريضة بالفشل الكلوي وتحتاج لزراعة كلية، وعرض عليه مبلغ 100,000 ريال مقابل كليته، إلا أنه اعتذر له وأخبره بأنه ملتزم بقراره بالتبرع بكليته للطفل لوجه الله تعالى.